سلام، مرحبا بكم في هذا الجزء الثالث من أجواء التحضير لعيد الأضحى المبارك في المنزل. شوفوا كيف خرجت لي لا كولور في نواغ كوربو، ودرت بهذه تاع الفرشيطة لمدة دقيقتين مباشرة بعد الخروج من الدوش. تطول وتقوي وكلش نجرب فيها. هذه مشترياتي اللي كملتها نحتاجهم في العيد. شامبوان هذيك بقى ب39 تاع ابو سعد للشعر المصبوغ. اول مره نشري تاع الشعر المصبوغ. شريت هاد المحرمه ولا الفولاغ ب 25. شريت هذيك لا بروسا دون في السوب الخلاص ب 25 نورمالمون. بروتون هذا هو ليفيكاس اللي خرج عليا ب 43 في 28 جيلول. انا طليت من البالكون شفت الدراري يلعبوا مع الكباشيتو. انا وجدت حوايجي رايحه لدارنا في المناسبات نعقبهم في دارنا. ديت واش نحتاج برك. انا ولاد خويا جاو يشوفوا الكبش كما كل عام يجي يشوفوه الدخله الاسطوريه تاع الكبش يعني الله يبارك. هنا 12 مليون. ان شاء الله فوتوا بالصحه والحنقول هنا كامل ان شاء الله. انا كي درنا في الليل درنا دجاج محمر برك حمرناه. درت البخور فوالا. هذه هي الاجواء وريحه العيد كما كل عام. ولازم خبز الدار فوالا درتو انا المره هذه وطلع والله لاباس بيه يعني طلع بيان. لا غوسه تاع البرايجيه هذيك جا على الكيف بنين ما نحكي لكمش. هنا الحنه بليتها ودرت في يدي. هنا كي الصباح تعجبني قبل الفجر هكي نسمع الكباش كامل هكا يبعبعوا وتاني من بعد على 6:30 تكبيرات العيد وإيتو. تعجبني هذه الأجواء هي كل شيء. أنا ما هنا ما قاعديش تسمعوا مليح بصح هذه تكبيرات تاع الصباح وإيتو. فوالا هذه هي لا فيديو لنهار اليوم. نشكركم على المتابعة ونتمنى منكم الاشتراك في القناة والدعم وترك الإعجاب إذا نال إعجابكم وتشجيعي لرفع فيديوهات أخرى. عندي بزاف لي فيديو كل شيء. ننتظر فقط الدعم منكم. فوالا هادي صباح كي بعد ما ذبحوا وصلحوه كل شيء برا يعني خويا الله يبارك كل شيء مع الجيران برا يدخلوه يعني نظيف هكا الدنيا تقعد بخوبخ. هذه مع يما كيما كل بعد ما يشيح هكاك قبل العصر 3 هكاك يبداو يقسطوا فيه. فوالا حنا هنا في سكيكدا كامل جو بونس اليوم الثاني كامل نديرو الكسكسي ولا الطعام ولا البربوشه. فوالا دي هي وجابنين رايع كسكسي تاع يما هذا ربي طولنا في عمرها ويعطيها الصحه ان شاء الله وهي كل شيء. هذه تخلفت فقط الفيديو كيفاه جا الدجاج. هذه مولفين نديرو شتيتها بالكرشه باليوم الاول مره هذه شغل بقى الدجاج ويتو دايرت خليتها